حبايبي بصوا لونه من جوه، اللون الوردي الجميل ده. بصوا ايه رايكم؟ بجد حلو جدا وريحته بجد حلوه قوي قوي. وزي ما قلت لكم الماده اللي هنحطها عليه دي مش هتخليه بقى فيه زفاره، فيه اي ريحه وحشه ولا اي حاجه. بجد عامل ازاي؟ لونه من جوه ورد 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 وكده، يستاهل بجد احلى لايك. بصوا بصوا ظهره، بصوا لون الفسيخه عامله ازاي. انسى اي حد بعد كده يقولك مش بحب الفسيخ. بصوا طريقته بجد سهله. الوردي الجميل اللي احنا كلنا بنحبه، حلو قوي قوي وطعمه جميل بجد، حلو قوي. بصوا بصوا لونه من جوه عامل ازاي. الكيلو من ده عامل 120 جنيه. لو جبنا 2 كيلو مش هيكملوا، وعملناهم مش هيكملوا 50-60 جنيه. السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا جميعا بألف خير. النهارده هعمل سمكة بوري ملوحة بطريقة حلوة جدا جدا جدا. بصوا طبعا جايبين 2 كيلو بوري، هنعملهم. مش عارفة واضحة ولا لا في الكاميرا. بصوا مش عارفة ليه مش واضحة اهي. بصوا يا رب كده تبقى واضحة. بص طبعا نجيب السمكية كده اللي جسمها بيلمع كده بالشكل دوت اهي. بصوا هنعملها ان شاء الله بطريقه بسيطه جدا جدا وسهله. يلا حطوا لايك وتعالوا نشوف هنعملها ازاي مع بعض. واللي لسه ما اشتركش في القناه يشترك ويفعل زر الجرس عشان يوصلك ملوحه. هقول لك النهارده تعمليها ازاي بطريقه بسيطه جدا جدا وسهله. انسى اي زفاره، انسى اي ريحه وحشه، انسى اي حد بيقول لك انا ما بحبش الملوحه. تعالي بس خش معايا الفيديو هنحط عليها مكون واحد هتمنع زفاره وتمنع اي حاجه وحشه. يلا نشوف هنعملها ازاي مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. ويلا حطي لايك، واللي لسه ما اشتركش في القناه يشترك ويفعل زر الجرس عشان يوصلك مني كل جديد. يلا نشوف هنعملها ازاي مع بعض، وهقول لكم دلوقتي ايه المكون السحر اللي هنحط عليها. بصوا حبايبي طبعا ما هجيب طبق فاضي زي كده، هحط فيه معلقتين كبار كده بابريكا. البابريكا دي بتديها لون حلو قوي. بصوا حبايبي طبعا حطيت معلقتين كبار كده بابريكا، بيدوها لون حلو جدا. بصوا حبايبي حطيت بابريكا وحطيت كركم، معلقه كبيره كده كركم، معلقه شويه. يلا ان شاء الله ما حد حوش. شطه حمرا كده من الكمون. خشن ملح الرشيد اللي هو الخشن ده بيبقى حلو جدا جدا في الملوحه. حط منه شويه كده، دي 5-6 معالق على حسب الكميه اللي موجوده عندك. بس كده. وطبعا لسه ما حطيناش الماده اللي انا قلت لكم عليها. ما تستعجلوش دلوقتي، والله هقول لكم ايه هي الماده دي. بصوا هي دي الماده، دي نكار اللي هو ملح الدود. ده بقى مش بيخلي فيه زفاره ولا اي دود ولا اي حاجه وحشه، بيمنع اي حاجه وحشه. حطي بس ربع معلقه كده وخلاص. بس كده. وهنبتدي بقى نملحه، نقلبه برده كده مع الخلطه اللي احنا عملناها الجميله بتطير مع بعض. بصوا كده. بس كده تمام. طبعا بنجيب السمكيه البوري كده لازم طبعا تكون جسمها بيلمع كده بالشكل دوت اللي هو اللون الفضي. مش عارفه باين ولا لا في الكاميرا. بصوا طبعا نبتدي بقى نحشيها من الخلطه الجميله اللي احنا عملناها دي مع بعض. بتعبي الخياشيم كده على قد ما بتقدري. بصوا كده بالشكل ده. تكبسيها كده من الملح والخلطه اللي احنا عملناها دي مع بعض. طبعا بصوا حبايبي طبعا مليت كل الخياشيم بالشكل دوت. وطبعا بدخل الخلطه دي زي ما قلت لكم جوه كده. يا رب تكون واضحه بس في قلب السمكيه كده من جوه اهو. بصوا حبايبي طبعا بدخل كل الخلطه كده بالشكل دوت. بصوا كده بالشكل. بصوا طبعا حشيت كل الخياشيم كده بالشكل دوت.
طبعا بحط على ظهر السمكية كلها وعلى جسمها كده بالشكل ده، طبعا عشان بتبقى كلها متملحة. طبعا بعمل واحدة تالتة اهي، زي ما قلت لكم برضو بنعمله بنفس الطريقة. اهي بصوا بدخل طبعا الملح جواه كده زي ما انا قلت لكم. طبعا برضو بحط لها الملح كده من بره كده بالشكل دوت، بغلفها كلها كده بالملح. هعمل كل الباقي كله بالشكل دوت وارجع لكم تاني. طيب طبعا بعد ما خلصت كله بالشكل دوت، بصوا شايفين جماله حلو قوي قوي قوي. بص لونه حلو جدا. ايه رأيكم؟ طبعا معايا كيس ابيض زي كده فاضي، عندك برطمان حط فيه مفيش مشكله. انا طبعا هحطه في كيس بلاستيك. طبعا في شويه كده من الخلطه كده باقيين، هحطهم طبعا في كيس كده من تحت. بصوا هبتدي احطه كده واحط عكس بعض. بصوا طبعا هو متملح كويس جدا جدا جدا. زي ما قلت لكم انا هحط عكس بعض كده اهو. ايه رأيكم؟ اهو بصوا ودي بقى السمكية الكبيرة اكبر واحدة اهو. بصوا يا حبايبي طبعا الملح دوت كده بفضيه كله كده بالشكل دوت. اهو بصوا طبعا باقي الملح كده لا مش بنرميه، نحطه كده اهي. بصوا كده بالشكل ده. طبعا باقي هنا ايه تاني؟ نحط شويه زيت وخلاص. هغسل ايدي وارجع لكم تاني. لما خلصت كله بالشكل دوت وحطيت طبعا كل الملح اللي كان باقي، طبعا معايا زيت، حطوا شويه كده من الزيت بس، مش محتاجه اكتر من كده، حوالي نص كوبايه زيت بس كده. طبعا الزيت بيحفظه وفي نفس الوقت بيديله اللمعه اللي انتوا شايفينها دي اهو. بصوا ايه رأيكم؟ حلو جدا جدا جدا. ايه رأيكم بقى؟ وزي ما قلت لكم الماده اللي حطيناها دي انسي اي ريحه وانسي اي حد بيقولك مش بحب الفسيخ. هبتدي بقى اقفل عليه كويس قوي. اهو طبعا ده اول كيس. بصوا طبعا بقلبه كده عشان بس الزيت والملح والحاجات اللي حطيناها مع بعض تبقى كلها في سوي واحد اهو. بصوا كده بالشكل ده. طبعا معايا كيس تاني احط برضو عكس الربطه كده، الربطه اخليها من تحت
وطبعا كل ما احطه في كيس طبعا بقلبه نفس الموضوع. بص يا حبايبي، وطبعا وكمان شنطه تانيه، كمان كيس تاني. طبعا بطلع كل الهواء كده منها كده، واربط عليها جامد كده بالشكل ده اللي هو بنكمره. بصوا هي كده زي ما انتم شايفين اهو. بصوا دي يعتبر بقى هتبقى الشنطه الاخيره، ده الكيس الاخير بقى اهي. بصوا طبعا انا بعمله كده علشان كله يندمج كله مع بعض، الملح والزيت والحاجات اللي حطيناها عليه كله يبقى مع بعض. هنقفل عليها كده. بصوا يا حبايبي، ده الفسيخ اللي احنا خليناه مع بعض. انا قلت طبعا مش هنزل الفيديو غير لما افتحه معاكم. كنت كل يوم طبعا بفضل اقلبه من ناحيه دي للناحيه دي، كل يوم على جنب. وافتح الكيس التالت اهو ومكفنينه. بصوا اهو، يا رب يبقى واضح بس في الكاميرا. تمام، شايفين لونه بجد ريحته حلوه قوي قوي. ده اخر كيس اهو. لونه ايه رايكم؟ لونه حلو قوي قوي. انا طبعا صورت الفيديو بس ما كنتش راضيه افتح عليه غير لما افتحه لكم، نفتحه كده مع بعض. وطبعا زي ما قلت لكم انا كنت حاطه واحده عكس واحده. هجيب بقى طبق كده افتح فيه واحده. حلوه قوي قوي، طعمه جميل بجد، حلوه قوي. بصوا بصوا لونه من جوه عامل ازاي. الكيلو من ده عامل 120 جنيه. لو جبنا 2 كيلو مش هيكملوا، وعملناهم مش هيكملوا 50-60 جنيه. هنفتح واحده تانية اهو. انا اصريت يا جماعه ان انا افتحه معاكم عشان يبقى كل حاجه قدامكم. حبايبي بصوا لونه من جوه، اللون الوردي الجميل ده. بصوا ايه رايكم؟ بجد حلو جدا وريحته بجد حلوه قوي قوي. وزي ما قلت لكم الماده اللي هنحطها عليه دي مش هتخليه بقى فيه زفاره، فيه اي ريحه وحشه ولا اي حاجه. بجد عامل ازاي؟ لونه من جوه ورد 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 وكده، يستاهل بجد احلى لايك. بصوا بصوا ظهره، بصوا لون الفسيخه عامله ازاي. انسى اي حد بعد كده يقولك مش بحب الفسيخ. بصوا طريقته بجد سهله جدا. افتح لكم واحده تانية. يا رب يا حبايبي النهارده الفيديو بتاعنا يكون سهل وبسيط عليكم. لو عجبكم الفيديو اعملوا لايك وشير وسبسكرايب للقناه. بحبكم في الله، واسيبكم انا بقى مع الفسيخ.